في بنت مؤخرا بعتت لي مسج غريبة جدا من نوعها، بتقول لي داليا انا بحب ادي الرجالة فلوس علشان يقولوا لي كلام حلو. طبعا انا لما سمعت المسج دي قلت لها ايه؟ قول تاني كده. حرفيا انا اتصدمت. اوكي، فقعدت اسمع منها عشان ما اصدمهاش. انا ما بتحبش خالص، مفيش حد راضي يبص لي ولا حد راضي يعبرني، فبضطر ان انا ادفع فلوس للرجال عشان احبها. طيب انتي ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ المهم يعني البنت دي من كتر ما هي ما عندهاش ثقة في نفسها، وغالبا اللي عمل لها الموضوع ده هم اهلها. عدم زرع الثقة ده في الشخص ما بيجيش كده من فراغ، يعني هو بيبقى ليه عوامل. تمام، هو ليه عوامل عشان موضوع يتطور لهذه الدرجة، فبيبقى يعني بالاخص بيبقى من الصغر. فاهلها كانوا دايما بيقولوا لها انت مش احسن حاجه، انت مش حلوه، انت مش جميله، وانتي 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 وانتي. تعملي كريم اللي بتحطيه تحت عينيكي على قرطك، بس حطي على قرطي عشان هو عامل زي الفيلر كده والبوتوكس الطبيعي. كل الخطوط اللي عندي في قرطي هو شالها. تمام. طيب تمام. المهم يعني هي دلوقتي اتقابلت بحد بيحبها جدا جدا، ده على كلامها يعني، انا معرفش، انا معاشرتوش صراحة. بتقول انا مش عارفة افرق ما بين ان كان ده حب بجد ولا ده كذب. انا عايزة اقول بس كلمة لكل بنت. كل بنت فاكرة ان انت لما هتدي الراجل وتدفعي فلوس بقى وتصرفي وتعملي وتسوي، انت كده بتشتري حب. لا، احب اقولك انت بتشتري كذبة. فالدو سيرم والاي كونتور، والاي كونتور من سبلات، طبعا، والغسول كمان بتاع سبلات اللي انا بستعمله مع بشرتي، هما اللي مخلين وشي بالمنظر ده. قولوا ما شاء الله تبارك الله. انا مش بعمل دعاية ولا اعلان. انا قلت لها الاول هجرب المنتج، طلع حلو هكمل، ما طلعش حلو مش هعمل فيديو. بس انا لما جربته فعلا لا، انا لقيت فيه نتيجة الله اكبر تحفة. ولان الحاجات اللي جوه دي معمولة في معمل كندي، فهم مجمعين كل ده في منتج مصري. اهتمي ببشرتك وحبي نفسك وعالجي نفسك من جوه قبل بره، قبل ما تطلبي الحب من الناس. ولو هتدفعي فلوس استثمري في بشرتك واستثمري في شكلك احسن 30 مرة ما تستثمري في راجل عشان تشتري حب. وما كانش هو هيحبك بجد ويعمل اللي انت نفسك فيه كله، يبقى ده ما اسموش حب، انت بتشتري مسكن عشان الوجع اللي انت حاساه. انا انصحك بشدة تروحي تتعالجي عند طبيب وتغيري نفسية وتغيري فكرك، لان انت بالطريقة دي عمرك ما هتلاقي حد يحبك بجد، وهتفضلي طول العمر بتشحتي حب واهتمام. وبجد بقول للاهالي كلمة: طمنوا بناتكم، خليهم يحبوا نفسيهم، ما تقعدوش تكسروهم كل شوية بالكلام وبالأوجاع وتقعدوا تحبطوهم وتكسروا منهم. حبوا بناتكم شوية، حبوهم بجد. دلوقتي هي مش عارفة تفرق، ومش هتعرفي تفرقي ما بين اللي بيحبك بجد وما بيحبكيش بجد إلا في حالة واحدة. وقفي أي حاجة كنتي بتعمليها في الحاجات القديمة وشوفي الجديد ده، لو اتحمل وتقبلك بعيوبك بمشاكلك بدنيتك يبقى ده بيحبك بجد. ولو خلع مش محتاجة إجابة، ما بيحبكيش. تحياتي.